told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. بلا ما نقول لكم البنات كيفاش جات هاد الحشوه، جات رائعه. كنت كنقول الزيتون الاسود ما نعرف يبسلها شويه، ولكن جا فيها كيحمق.
احسن من الزيتون الابيض، زعما احسنتو الاختيار. والله البنات جات فينا حمقتني، خصوصا ديك البصله اللي معسله عطاتها واحد المذاق واعر. كنتمنى البنات تسنى الاعجاب ديالكم هاد الحشوه، خاصكم ضروري تجربوها، حيت انا ديما كنعمل بالبطاطا، كنعمل البريوه ديال البطاطا دائما كل رمضان. ولكن هاد الحشوه هادي كنت كنعمل البيشاميل، دابا ما عملتلاش البيشاميل، عملت لها الكريمه. صراحه جات البنات واعره واعره واعره. دابا ندوزو الحشوه الثانيه. ودابا البنات غادي ندوزو من الحشوه الثانيه اللي هي عباره عن حشوه الصبانغ. هنايا عندي كميه صبانغ لا باس بها، يعني تشوفوا نتوما الكميه اللي كتناسبكم. انا كانت هنايا تقريبا عندي 4 كيلو حتى 300 غرام كانت عندي ديال الصبانغ. طقطقتها مزيان وشحرتها مع شويه الملح والابزار على هذا الشكل هذا. كذلك هنا عندي البصيله اللي وريتكم قبيلاتي اللي هي بيضه مشحره مع شويه ديال الزويته وشويه ديال السكر باش تعسلت بحال هذا الشكل هذا. عندي هنايا نصف علبه ديال الشامبينيون اللي هي مشحره كذلك. عندي هنايا جبن موتزاريلا حوالي 50 غرام. كذلك هنايا عندي واحد علبه ديال الجبن كيف ما بغيتوها، يا اي نوع، مهم انا عندي هاد النوع هذا. عندي هنايا نصف كوب تقريبا غادي نعملو ديال الكريمه ديال الطبخ. كيف قلت لكم البنات عندي هنايا المليحه وشويه ديال الابزار. نبداو على بركه الله. في هذا المول هذا غادي نخلطوا الحشوه ديالنا. غادي نضيف هنايا، كنتمنى تكون الرؤيه واضحه في التصوير والاضاءه. عندي هنايا هاد الصبانغ اللي قلت لكم حوالي 300 غرام اللي مشحره. غادي نضيف لها بصله، بصيله كبيره حتى هي مشحره. وغادي نضيف هنايا جبن موتزاريلا محكوك، كذلك نصف علبه ديال الشامبينيون مقطعه حتى هي ومشحره. هنايا البنات غادي نضيفو علبه ديال الجبن ديالنا، كما قلت لكم البنات غادي نضيف علبه كامله ديال الجبن، شويه ديال المليحه لان الجبن مالح، وغادي نضيف شويه ديال الابزار. غادي نخلط الحشوه هي الاولى، عاد غادي نضيفو الكريمه ديالنا حتى نشوفوا القوام اللي غادي تكون فيه الحشوه ديالنا بالجبن. عاد نضيفو واحد شويه ديال الكريمه، عينك وميزانك. هنا من بعد ما ضفت علبه ديال الجبن ديالنا غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الكريمه ديال الطبخ المكثفه، ما نعملش بزاف، تقريبا نصف كوب باش ما تجيش جاريه الحشوه، تبقى هيدا قابطه في راسها. كتجي كريميه البنات، كتجي غزاله هاد الحشوه هادي. بغيتو تضيفوا جبن مثلث اولا الجبن مربع اللي عجبكم، كل واحد كيبقى داكشي على حسب الرغبه. كل واحد كيعمل الاضافات ديالو. تقدر ما تعملش البصله هذه، تعمل بصله مجففه على حسب البصله يابسه اللي كتكون كتباع في الاسواق. كل واحد كي على حسب الذوق ديالو. المهم البنات هذه هي الحشوه الثانيه. غادي ان شاء الله ندوزو باش نعمروا الحشوه ديالنا بجوج بهم في ورقه ديال
هنا البنات كيف ما كتشوفوا طلقت الورقه ديالي على هذا الشكل. هاد الطريقه ديال الخدمه كيخدم بها الزوج ديالي دائما، منو تعلمتها انا. بعدا طلقت غير شويه، هو راه كيطلق اللورنيه كامله وكيعمر لاصاص كامله في الورقه وكيدهن بالشتاء، عاد كيبدا يلوي باش كتجيه الطريقه سهله. المهم البنات انا غادي نبدا دابا ان شاء الله. غادي نعمر البريوات ديال البطاطا هما الوالا. غادي نعمل كل بلاصه فيها واحد الكميه حتى نعمر هاد الورقات اللي عندي هنا مطلوقين كاملين. دابا البنات غادي نبداو نعملوا حشوه ديال صبانيغ كيف ما كتشوفوا البنات على هذه الطريقه. هذه غنعملوهم على شكل سيكار. يمكن لكم البنات تضيفوا فوق الحشوه شويه ديال الجبن المفروم اولا طرف ديال الجبن طويل، على حسب كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا غنكتفي بهم على هذه الطريقه هذه عاديين. وغادي نبدا نلوي السيجار ديالي. غادي نجمع هيدا بهذه الطريقه، عاد غادي نعمل هاد القناه عند بعضياتو وغادي نبدا نرولي هيدا على هاد الطريقه. كيجيو البنات بهاد الطريقه هذه ساهلين. هيدا هاهما البنات البريوات ديالي والسيجار. من بعد ما عمرتهم عملتهم في الكونجيلاتور حتى هيدا قصاحو تكونجيلاو باش ملي كتعملهم في وسط الميكات ما كيديفورماوشي. صافي البنات دابا غادي نبقى نعمل الكونتيتي اللي غادي ناخذ كل نهار اولا نعمل واحد الكميه. دابا هما هيدا مفروقين على بعضياتهم يعني ما غادي يلصقوشي. غادي نعملهم في البلاستيك الغذائي وغادي ندخلهم في الفريغو وان شاء الله نبقى نستعملهم في الوقت اللي غادي نبغي نستعملهم، نجبد الكميه اللي غادي نحتاج. هاهما البنات من بعد ما عملتهم في هذه الاكياس الغذائيه كيف ما كتشوفوا البنات هنايا عملت كل خنيشه فيها 10 وحده فيها 10 وحده فيها 8 وحده فيها 10. هما البنات خرجوا لي هادو ديال البريوات بديك الكميه اللي عطيتكم ديال المقادير، خرجت لي 30 حبه. جوج استعملناهم البارح، سخنتهم البارح طيبتهم، وهادو خرجوا لي 25 حبه. كيف ما كتشوفوا هذا هو هادو هما المملحات ديالي اللي عملت البارح. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى هادشي ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبسلامه عليكم.